مرحبا أصدقاء صديقاتي، اليوم راح أراويكم شلون راح نسوي أطيب وصفة للأندومي بعد معاناة، وأنا قاعدة أقنع ماما إنه أجيب أندومي، لأنه طبعا الأمهات يقولون الأندومي مو مضر. ما أعرف عند كل العالم اللي ياكلونه هواية، بس احنا ما نجيب لأنه بيه معلبات. فيلا نبلش وياكم الفيديو. راح أراويكم طريقة حيل سهلة وطيبة طبخ الأندومي. يلا نبلش. طبعا يا أصدقائي جبت لي كيس واحد من الأندومي. أنا أحب اللي بالخضار بس، ما أحب غيره، أحب اللي خضار بس. يلا حراويكم طريقة سهلة وسريعة ونحضر أشياء على مود الأندومي. يا أصدقائي أنا جبت الجدر، ما أستخدم جدر كبير لأنه عندي أندومي كيس واحد بس. طبعا أنا أستخدم جلاس كامل مال ماي لأني أحب أشرب السوب مال الأندومي. يلا نحط جلاس. اوكي طلع شوية. بس هسه نفتح الأندومي. بس يا أصدقائي أنا فتحت التشيز، راح أحط شوي، أفتح كل الأندومي. المهم خلي التشيز. هاي التوابل ما نحطها هسه، نحطها بعدين. يلا نحطها على الطباخ. خليك هنا. يا أصدقائي أنا حطيت الأندومي على النار مثل ما انتم شايفين، على نار على عين كبيرة على مود يستوي بسرعة. يا أصدقاء أنا حضرت التوابل كلها. ما أستخدم أنا هواي توابل لأنه ما يطلع واضح طعم الأندومي. راح أحط البهارات مال الدجاج لأنه ما بيها حيل ملح، فأجيب ملح معايا. دبس الرمان أحطه بعد شوية وهو بالجدر، وبعدين أصبه، بعدين أحطه بالنهاية. لا ما أحطه بالنهاية، ما أحطه. أحط جاهز. لا ما أحط. قلب على برتقالة، قلب على برتقالة، قلب على مدري ما أعرف. هنا أنا أحط، هنا أنا ما أحط، هنا أنا أحط، هنا أنا ما أحط. 1 2 3 10. لحظة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يس خلاص ما أحط. يلا مع السلامة، رجعك. وهسه بس هاي التوابل يا أصدقائي. يلا نبلش نحط البهارات. يا أصدقائي أكو بعض الأندومي يجي وياها زيت. أنا أمي منعتني إنه أحط من هذا الزيت على مود ما نعرف شنو بيه، يمكن خنزير شي، أنا ما أعرف. نحط بهذا الدجاج. ريحتها طلعت. شوية ملح كويس أوي. نحط الفلفل. يلا لأن احنا هسه بأجواء الشتاء حنحط الفلفل. فاهمة ليش حاطين هواي فلفل؟ الفلفل هواي. يلا مو مشكلة، أنا أحب السبايسي. هنا نكون حضرنا التوابل مالتنا، ننتظر الأندومي مالتنا يستوي على مود نحط التوابل مالتها ونقيمها معاكم الأندومية. وهسه يا أصدقائي قاعدة أقلب بالأندومي. أنا أحب الأندومي يستوى كامل، ما أحب نص استوى. معقولة. يم 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 يم. انتم قاعد تشاهدون هذا الفيديو وبكم منعتكم ما تشترون أندومي، بس أنا ماما سمحت لي اشتري أندومي. نانا. وهسه يا أصدقائي مثل ما انتم شايفين هاي البهارات مالتنا راح نروح نوديها ونحطها على الأندومي. يس. او ماي جاد. هاي شنو؟ بقى قواعد بهارات. تحركوا. اوكي هذا نخليهم بالمعون على مود شنو اسمها، لما نكمل يجي طعم زايد. قاعد نقلب الأندومي وكل البهارات. والحين نعوفه الوحدة لمدة أقل الدقيقة 30 ثانية. يا أصدقائي استوى الأندومي مالتنا. يلا نروح نصبه بالمعون. ناخذ المعون مالتنا نوديه على الكاونتر يا أصدقائي مثل
مثل ما انتو شايفين. وين نحطكم هنا. يلا نحطكم هنا. نحطكم هنا. يلا عمودي شوفوني. نعطيكم شوية. هذا الماعون مالتنا وهاي الخشوقة مالتنا. يلا حجيب الاندومي عم ننصب وياكم. طبعا يا اصدقائي اللي يشوفني يقول ما اعرف اطبخ، بس انا اعرف اطبخ. ترى انا اعرف اطبخ. ايوه اعرف اطبخ، وطبخي طيب حيل. واو اوه ماي جاد. شو المفروض اصب بمعون اكبر؟ مو بعد حرارة. الاندومي يا اصدقائي. الاندومي اوه ماي جاد. لونه كأنه شنو اسمه؟ تشيز جبن الأصفر ذاك اللي ناكله احنا. شكله حار. مثل ما انتم شايفين هذا الاندومي مالتنا. يلا نروح ونحطه بصينية شوية وياه ماي يمكن يطلع حار او سبايسي، ونذوقه وياكم ونقيمه من 10. يلا.